فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي، والدرس قبل الأخير في الوحدة الدرس التاسع، وبكلمنا عن تطبيقات عن الأعداد الحقيقية. أول تطبيق فيهم المكعب لست أحرف لست أوجه و12 حرف، وكمان 6 أوجه. خلي بالك مساحة الوجه علشانها شكل مربع، طول الضلع في نفسه لام تربيع، الجانبية دول 4 والكلية 6، أما الحجم لام تكعيب، وهنشوفها كمان ثانية. لو معايا مكعب طول حرفه 5 يبقى مساحة الوجه برافو 25، الجانبية اضرب في 4 تطلع ب100، الكلية اضرب في 6 تطلع ب150، أما الحجم 5 في 5 في 5 برافو 125. لو قال لك مجموع أطوال أحرفه يبقى 5 في 12 برافو تطلع معايا ب60. كل أفكار المكعب في ثانية واحدة. اللي بعده هيقول لي لو انت معاك متوازي مستطيلات يا مستر ليه 6 أوجه، كل وجه على شكل مستطيل وكل 2 قد بعض زي بعض، يهمك فيهم والمتكرر دايما في الامتحانات المساحة الجانبية، عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع، ويهمك كمان الحجم حاصل ضرب أبعاده الثلاثة، أو اللي هي مساحة القاعدة في الارتفاع. تعالى كده نقول إن دي ب5 ودي ب4 ودي ب3، وعايز منك المساحة الجانبية والمساحة الكلية وكمان الحجم. هنحسب مع بعض المساحة الجانبية. محيط القاعدة يا مستر هنا عبارة عن 5 و4 الأبعاد بتاعتها، ومحيط القاعدة الطول زائد العرض في 2، ده بالنسبة لمحيط القاعدة في الارتفاع اللي هو 3. 5 و4 9 في 2 برافو ب18 في 3 8 في 3 ب24، 8 3 في 1 ب3 و2 5، يبقى المساحة الجانبية 54 سنتيمتر مربع. لو عايز مني المساحة الكلية فأنت عندك الجوانب الجنب ده وده 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 عاملين 54، احسب كده مساحة القاعدة اللي تحت تطلع ب20 اللي هي 4 في 5، والمساحة اللي فوق برضو ب20 اللي هم 40، فتبقى الكلية عبارة عن المساحة الجانبية ومساحتين القاعدتين عبارة عن 54 ومعاها 40 برافو فتطلع 94. أما الحجم وده أسهل ما يكون، إنك بتضرب حاصل ضرب أبعاده الثلاثة، 3 في 4 في 5، 5 في 4 ب20، 20 في 3 تطلع ب60 سنتيمتر مكعب. الفكرة اللي بعدها ودي أسهل منهم عشان عدت عنها في 5 ابتدائي، وهي الدائرة. محيط الدائرة 2 باي نق، أما المساحة الاتنين دي هتطلع بس فوق، في المساحة الاتنين تطلع فوق. معاك دائرة طول قطرها 7، عايز منك المحيط وعايز منك المساحة. في المحيط هتضرب 2 في 22 على 7 في 7، فهتلاقي يا مستر أنا خدت بالي إن السبعات هيروحوا مع بعض، و2 في 22 برافو ب44 سنتيمتر. أما في المساحة عبارة عن باي اللي هي 22 على 7 في نق تربيع اللي هي 7 في 7. تمام، هلاقي يا مستر إن في 7 هتروح مع ال7، ولما أضرب 2 في 7 ب14، 2 في 7 ب14 و1 15 يديني 154 سنتيمتر مربع. الاسطوانة شبه علبة السمنة اللي موجودة عندنا كلنا في البيت، وكل اللي يهمك في الاسطوانة برضو المساحة الجانبية والحجم، متكرر كتير زيادة عن اللزوم. المساحة الجانبية عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع، القاعدة هنا على شكل دائرة، محيط الدائرة 2 باي نق، والارتفاع اللي هو عين. تمام يا مستر. أما لو عايز مني الحجم عبارة عن مساحة القاعدة اللي هي باي نق تربيع في عين. المسائل دي سهلة وبسيطة علشان كده متكررة كتير في امتحانات بنفس الأرقام، مثلا بدلالة باي لو كانت دي 5 والارتفاع هو 4، عايز منك المساحة الجانبية يبقى 2 في باي، النق انت حضرتك مديهولي ب5 والارتفاع مديهولي 4، يبقى 2 في 5 ب10 في 4 برافو تديني 40 باي. أما لو عايز مني الحجم فالحجم يا مستر عبارة عن مساحة القاعدة اللي هي 25 باي في الارتفاع اللي هو 4،
فتطلع معايا ب100 باي سنتيمتر مكعب. لو عايز منك بقى المساحة الكلية بالمرة، المساحة انت كده حسبت الجانبية ب40 باي. الكلية بقى عبارة عن، انت حسبت دي اهي عبارة عن 40 باي. الكلية باقي لك المساحة الدايرة دي ومساحة الدايرة دي، فاحسب اي واحدة فيهم. مساحة الدائرة باي نق تربيع اللي هتطلع معايا ب25 باي، وكمان دي ب25 باي، مع بعض بكام؟ 50، والجانبية 40. برافو، ويبقى كله على بعض تطلع ب90 باي سنتيمتر مربع. آخر حاجة معانا في هذا القبيل هي الكرة. والكرة عبارة عن 4 دوائر بيلفوا حوالين بعض. تمام. فلو عايز منك مساحة سطح الكرة، خلي بالك ده نفس مساحة سطح الدائرة بالظبط، نفس القانون باي نق تربيع، بس اداني قدامها 4. امتى؟ لما تبقى عايز تحسب مساحة سطح الكرة نفس مساحة الدائرة وحط قدامها 4. اما يا مستر في الحجم نفس كل حاجة بالظبط، ولكن حط تحت 3 ورفع فوق 3. يبقى 4 حجم الكرة 4/3 باي نق تكعيب. تمام يا مستر. لو هناخد مثال كده بسرعة، هيقول لي مثلا ان النقة دي ب5، واوجد مساحة سطح الكرة. مساحة سطح الكرة يبقى 4 باي في نق تربيع اللي هي 25، فتطلع ب100 باي. عايز مني حجم الكرة، تبقى 4/3 باي ونق تكعيب اللي هي برافو 125، اللي هي بتساوي 125 في 4 تعمل معايا 500/3 باي. والحجم يقاس يا شباب بسنتيمتر مكعب. أهم حاجة في الأمثلة دي إنك بتلم كل القوانين، مساحة سطح الكرة والحجم بتاعها، كل حاجة تبع الأسطوانة، كل حاجة تبع الدائرة، وكمان متوازي المستطيلات، وعندنا كل حاجة تبع المكعب. الحاجات دي مهمة يا شباب، ولازم تخليها كلها قدامك في ورقة انت وبتحل في الامتحانات. أتمنى لو كنت فدتكم ولو بجزء بسيط في هذا القبيل، ولمنا معظم الأفكار ومعظم القوانين. أتمنى دايما أشوفكم على كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.